سيبك من الماتش، سيبك من الماتش خالص خالص، اركنه على جنب. شناوي انت لما اما فردت ايدك انا قلبي انشرح. عارف انت يعني، اقسم بالله يا شناوي، اقسم بالله انا حسيت كاني طالع اتكرم. ايه ده؟ ايه الفرحه دي؟ ايه الاداء ده يا جدع؟ نوير في عزه ما يلزمنيش، نوير في عزه، في عز مجده وتألقه مع بايرن ميونخ ما يلزمنيش. ايه يا شنو ده يا شنو؟ ايه ده؟ 5 واقفين في الجون يا ابني، ما شاء الله لا قوه الا بالله. يا رب ما احسدكش وفي ماتش انجولا شيكو بانزا يديك 3 مثلا، لا قدر الله. مش عايز احسد يا شناوي، بس تاخد حقك يا شناوي، لانك انت يا ابني لطالما الواحد قسي عليك وقال كلام في حقك ما ينفعش يتقال، انما انت النهارده بطل. طيب خلصنا من الشناوي. كابتن حسام، كابتن حسام، هو انت جوارديولا بس حالق دقنك؟ فهمها لي، فهمها لي يا كابتن حسام، فهمها لي. محيرتنا معاك يا كابتن حسام قدام زيمبابوي اللي تحس ان هم 11 صنايعي جبسن بورد، وصنايعيه الجبسن بورد دول ناس فوق دماغنا من فوق، ناس بتاكل بعرق جبينها بس ما يعرفوش حاجه عن الكوره خالص. والنهارده قدام جنوب افريقيا اقسم بالله العظيم يا كابتن حسام، اقسم بالله لعبت ماتش للتاريخ. تشكيل، تكتيك، انماط لعب، تحولات. لعبت لو بلوك يا كابتن حسام، لعبت ميديم بلوك، عملت تحولات يا كابتن حسام. انت لحد الدقيقه 30 ماسك جنوب افريقيا، مش مخليها تشوف الجون، وانت جالك فرصتين مؤكدتين لاحراز جون. كره مرموش الفاول، وكره من اللعب مفتوح عملها زيزو بممتازه بينيه لهاني اللي عمله الاوفرلاب بشكل تحفه. وهنا تتكلم في حاجه، انت يا هاني يوم ما كنت متالق اتطردت. هاني انت مش شايف ان في حاجه غلط؟ يعني انت مش شايف يا هاني ان الموضوع فيه نوع من انواع النحس؟ مش عارف بقى هو مقصود او مش ما اعرفش، بس انت يا هاني النهارده لعبت شوط اول ممتاز لحد ما اتطردت عشان كابتن حسام يفاجئنا تاني. هتعمل ايه يا كابتن حسام؟ معلش يا جماعه بعد اذنكم انا هطلع مرموش، ودي اللي ضايقتني. هقول لك ليه يا كابتن حسام. انت لو سبت مرموش في الملعب احنا ما كناش نكسب واحد، احنا كنا نكسب 2 و3. شوف التحولات اللي جت الشوط الثاني اللي طلع بيها تريزيجيه، اللي ما اقدرش الومه في حاجه لسبب، لان تريزيجيه برضو حكم السن بيفرق. يعني تريزيجيه طالع بواحده لو مع مرموش جون، طلع بالثانيه لو مع مرموش جون. مش هلومك في دي، بس هشيد بيك في حته النهارده. ما فيش لوم، ما فيش لوم يا كابتن حسام. هتكلم على حته امام عاشور اللي كلنا كنا ناسيين انه نزل قفلها على ماني قبل كده. نزل امام عاشور لعب في المركز ده، اكتر لعيب تواجد في نص ملعب جنوب افريقيا النهارده بعد وانا مطرود مني لعيب وبلعب تحولات وامام عاشور. لا يتعمل لك كده يا كابتن حسام، ويتعمل كده لامام عاشور، ويتعمل كده لياسر ابراهيم اللي عمل النهارده كوره. يا نهار ابيض يا ياسر، كوره واحده، هي كوره واحده لو وقعت قلبي اللي جت في ايدك يا ياسر. انا عايز اعرف من الحكم كان بيراجع ايه في الفار. هو عشان موتسيبي كان قاعد فوق، موتسيبي عشان موتسيبي كان قاعد فوق فظهر للحكم النهارده قاعد. انا وشابوني قال لي بقول لك ايه، تقريبا موتسيبي رن عليه قال له شفت انت اللقطه بتاعت رئيس العصابه بروح البيت ويدخل الراجل يلاقي رئيس العصابه قاعد ويقول له لديك زوجه جميله واولاد رائعون. قلت له والله يا صاحبي عندك حق، والله عندك حق. بتراجع ايه؟ الايد الداعمه ده هيقع على ايه؟ هيقع على ايه؟ ما هو لازم هيقع على ايده، فوقع على ايده ولا كلمه ولا كلمه. هو كان بيراجع في الفار يا ترى ايده لمست الارض قبل الكره ما تلمس ايده، ولا ايده لمست الارض بعد الكره ما لمست ايده؟ لقاها بعد، لا الكره لمست ايده بعد ما ايده يعني وايده هي مرتكزه على الارض. اذا هي مش بيلم بجنيه، مفيش فيها اي حاجه. وما كانش ينفع النهارده بعد الاداء الرجولي ده والماتش التكتيكي الممتاز من كابتن حسام. كل اللعيبه كانت على قدر المسؤوليه، سواء كان محمد صلاح، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه عمل ماتش كبير قوي، حمدي فتحي عمل ماتش يعني بيفكرني بماتش انا مش حابب افتكره، ماتش نهائي القرن. عمل نفس الاداء، عمل نفس الاداء بل وافضل. النهارده بتتكلم على لعيب زي زيزو، ماتش مش هقول انه ممتاز ولكن ماتش معقول جدا من زيزو خصوصا. بص الخطه بتاعت النهارده كان كل اللعيبه ليها ادوار دفاعيه، مفيش لعيب ملوش ادوار دفاعيه باستثناء محمد صلاح اللي برده كان ليه دور دفاعي انه بيدخل في نص الملعب مع مروان عطيه، لان حمدي فتحي كان بينزل بالاثنين قلوب الدفاع. كنا بنلعب ب5-3-2 رسمي، ففي الوقت ده كان محمد صلاح بينزل. الحمد لله على الفوز
الحمد لله على ال3 بونت اللي خلونا نصعد اول. احنا الماتش جاي قدام انجولا بقى، هات بقى ميدو جابر من المنتخب الثاني، هات بقى اسلام عيسى، لاعب بقى مروان حمدي، هات كابتن حلمي يدرب الرجاله دي ترتاح وتعمل استشفاء، مش استشفاء، لا استشفاء. لا، اللهم لك الحمد، ماتش للتاريخ للتاريخ. افرحوا يا جدعان، افرحوا. انا اول مره من 2010 احس ان بالروح دي وانا بتفرج على المنتخب مصر. اللهم لك الحمد. الف 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 مبروك، مبروك يا كابتن حسام، كمل على الاداء ده وباذن الله البطوله بتاعتنا. سلام عليكم.